بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة يا رب. مفيش صباح الفل، في مساء الفل والورد والياسمين على احلى متابعين، لان احنا كده اخر النهار. صورت لكم كده روتين الجمعة وبمنتجت الفيديو وبسجل الصوت كده ايه على الساعة 8 دلوقتي. فمساء الفل عليكم، جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. ويلا نشوف النهاردة هنعمل ايه. الاول كده جبت حله حطيت فيها شويه ملح على النار عشان ايه نسلق كرنبايه كده حلوه. وكمان حطيت كيلو لبن كان مجمد في الفريزر، وحطينا بيضتين ليوسف عشان ايه يفطر بيهم. وتعالوا بقى كده نشوف المشتريات بتاعتنا من السوق. انتوا عارفين السوق عندنا هنا يوم الجمعه. فنشوف جبنا ايه. الكرنبايه دي انا ما جبتهاش، نصحيت لقيت جوزي جايبها، راح يجيب العيش فلقيته جايبها، قال لي انا عايز محشي كرنب النهارده. انا ما كنتش ناويه على محشي كرنب بس هو جاي. انا جبت بقى ايه، جبت كوسه، جبت كيلو كوسه عشان انا بحب الكوسه قوي في المحشي. وجبت كمان ايه ليمون وفلفل بلدي وفلفل يعني اللي هو الحامي. فلفل قصدي رومي وفلفل حامي. وجبنا ازازه زيت ب50 جنيه زي ما انتوا شايفين. والكرنبايه ده الكرنب اللي هو البطه اللي هو الصغير ده الصيفي. وهنا دول كزبره ناشفه وتوابل كفته وتوابل ايه تاني وتوابل محشي، بهارات محشي يعني. وجبت هنا مرقه برضو هقطعها كده واحطها في العلبه بتاعتها. وايه ولسان عصفور جبت ب10 جنيه كده لسان عصفور. وجبت كانتالوب اللي هو دوت الاتنين دول ب20، واحدة ب10 جنيه. وايه وجبت موز بس كانوا خلصوه يعني لما جبت التليفون من على الشاحن وغيرت هدوم مش عارفه ودخلت عشان اصور لقيتهم ايه اكلوا الموز مخلين بتاع 4 5 صوابع كده. وكنت مطلعه بقى ايه، قالوا لي النهارده يعني أنا كنت مطلعه فراخ. بالليل يعني مطلعه كيس فراخ عشان هعمل فراخ النهارده. فالصبح بقى ايه، يعني طلعته بالليل بس ما كانش لاحق فك لان حطاه في صينيه وحطاه في التلاجة. وقلت الصبح بقى اطلعه من التلاجة خالص، فكان لسه مجمد زي ما هو. فقالوا لنا لا، جوزي يعني قال لي عايز محشي كرنب وعايز كفتة فراخ زي اللي انت عملتيها وعايز ملوخية. طب ما انا طلعت الفراخ ومش عارف، قالوا لا احنا عايزين كده، والعيال عايزين ايه، قالوا عايزين كفتة فراخ وعايزين المحشي الكرنب ده. فخلاص بقى شلت الكيس الفراخ اللي انا طلعته، ورحت طلعت ايه الكيس اللي هو فيه الحاجات اللي كنا شلناها، الرقاب والجناحه والحاجات دي عشان اعمل منها شوربه. آه اسقي بيها المحشي. وكمان ايه طلعت كيس البانيه اللي انا شايلاه اللي هو صدور الفراخ عشان اعمله لهم كفته، بس مش هعمله كفته رز، هعمله كفته ايه في الفرن، كفته عاديه. جبت هنا ايه اول ما الميه غليت كده، طلعت جبت الكرنبايه قورتها كده تقويره حلوه للكرنبايه البطه بتاعتنا ديت. جبنا بطتنا وحطيناها في حلتنا وايه هنسلقها بقى. بس الكرنب ده الصيفي بتاع الورقه بتاعته تخينه، فبتاخد وقت في التسويه مش زي الكرنب البلدي اللي هو الشتوي. ديت بتاخد وقت يعني بتسيبها وقت حلو كده لما تستوي، لان الجلد بتاعها او الورقه بتاعتها سميكه شويه. اللبن كان غلى وطفيت عليه. آه بس كده هنسلق كرنبايه. على ما اسلق كرنبايه كده اتفضلي كده شرفيني ونوريني، اشتركي معايا في القناه وفرحيني. فعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو يجيلكوا اشعار بيه. ولو الفيديو عجبك ان شاء الله ما تنسيش كده تسيبي لي لايك وكومنت حلو. سلقتها كده خلاص، خلصنا يعني خلصتها خالص. قلبت بقى ايه قلبت اللي انا كنت مطلعها في مصفى، فقلبتها اللي انا مطلعته في الاخر قلبته من تحت وخليت اللي من تحت خالص من فوق عشان خاطر ايه ما يتهريش. واللي انا مطلعهم في الاخر كانوا ايه يعني عايزين سوا شويه، فلما قلبت عليهم السخن هيبقوا تمام يعني هيستووا. جبت هنا كنت بشرت قطعت كده ايه 3 بصلات كبار. قطعتهم صغير. وكمان في الحله اللي ورا ديت حطيت بقى ايه الفراخ اللي هي اللي قلت لكم عليها الاجزاء الفراخ ديت عشان نسلقها بقى ناخد منها شوربه. وحطينا هنا زيت وحطيت ملح كده مبهر بفلفل على على البصل. وهروح برضو ايه نظبط الشوربه بتاعتنا. اقطع فيها كده بصلايه حلوه يعني هي عشان تدينا شوربه. الرقاب بتاعت الفراخ كانت ما شاء الله كبيره وسمينه، فدي شوربه جامده يعني، شوربه دسمه. قطعنا هنا بصلايه كبيره وكمان هقطع طماطمايه وهحط ورق لورا وملح وفلفل. يوسف في رجليا ماسك في رجليا فمخليني بص خايفه عليه والله العظيم.
هنقلب كده ايه. اول ما البصل يدبل معايا هنزل بالطماطم. كنت انا ايه ضربه شفشق طماطم، حطيت عليه قرن فلفل رومي، وحطيت نص قرن فلفل من اللي هو الحامي، مش نص يعني قرن كامل، شلت منه بس اللي هي الحته اللي بيبقى فيها البذور ديت، هي بتبقى حراقه قوي. وحطيت كمان ايه بصلايه، ضربتهم في خلاط ونزلت بيهم على البصل. ولا انا هنا كانت بنتي خلصت بتقولي ولعي لي عود البخور، ده كانت روقت الشقه وبره وخلصت يعني، فبتقول ولعي لي عود البخور عشان احطه في الصاله. وهنا بقى التركايه طبعا اللي بتفرق في ريحه المحشي وفي طعم المحشي، اللي هي معلقه التوم دي. انا كنت عايزه احط منها سنه كده على الشوربه فنسيت، فانا بقلب كده لقيت حته كبيره، فرحت شايلاها حطها في الشوربه. وهنا معلقه كبيره بقى كده محترمه من بهارات المحشي اللي انا جايباها، ونص زي معلقه صغيره فلفل اسود، ونص كمون بس. هي بهارات المحشي ديت بيبقى فيها كل حاجه، فيها نعناع، فيها كزبره، فيها كمون، فيها معظم التوابل، ريحتها فظيعه. اول ما تنزل بس كده على التسبيكه مع التوم، بصي بقى يا اهلا بالروايح بقى. حطيت هنا كيلو ربع من الرز، قلبته كده كويس، خد يعني بتاع دقيقتين على النار مع التسبيكه تشرب. وبعدين ايه كنت مقطعه الخضره بتاعتي، غسلتها وقطعتها ونزلت بيها. دقت كده الخلطه بتاعتي، لقيتها ايه محتاجه سنه ملح، فزودت الملح كده وقلبتها. وبس هسيبها بقى تبرد. على ما تبرد اكون انا ايه وضبت ورق الكرنب كده، همسكه اقطعه. الورق بتاعها سميك وقصير مش كبير، لان هي الكرنبيه اصلا صغيره، بس بتعمل يعني ما شاء الله بتطلع، هي ورقها كتير وسميك، وهي صغيره مش عارفه ازاي. هقطعهم كده واوضبهم كلهم وبس كده. وعندي الكوسه برضو، بس هاخدهم بقى ايه كده في الصاله، هقعد لان ايه رجلي تعباني بقى مش قادره اقف، فهاخدهم كده في الصاله واقعد اقور الكوسه، وبعدين ايه احشي المحشي كله، وبعدين نرجع نشوف هنعمل ايه. انا هعمل محشي النهارده في صواني ماشي، مش في حلق. فجبت هنا الصينيه اللي هنعمل فيها الكرنب، قطعت في القعره كده بصلايه وطماطمايه كبيره شرايح كده وحطيتهم. وكنت لفيت بقى الكرنب زي ما انتم شايفين كله اهو. هرص. بصوا انا بتكلم، مش انا اتغديت وبسجل الصوت، مش عارفه انا بعمل في نفسي ليه كده، فتحسوا ان انا ايه مقتوله وبنازع، مش عارفه اخد نفسي وانا بتكلم ادبها وبعدين ايه اتعب. آه كده خلاص. عم رصيت الكرنب وكده هرص الكوسه. وكمان جبت، كان في شوربه بقى اخدت منها الملوخيه، صفيت الفراخ منها واخدت منها الملوخيه، وباقي الشوربه كده ايه حطيتها على العين اللي ورا تغلي، وظبطت الملح بتاعها عشان ازود بيها ايه المحشي بتاعنا. بس كده زودت المحشي الكرنب وزودت الكوسه، وهغطيهم وهسيبهم على النار لمده 10 دقايق يغلوا على نار عاليه. وبعدين هنزل الكوسه في الفرن، وهخلي الكرنب فوق بس ههدى النار خالص عليه، واسيبه كمان ايه 10 دقايق او ربع ساعه كمان. كده كنت خلصت وعملت الملوخيه. انا عملت الملوخيه معاكم كتير فمرضتش بقى اصور. تمام. وكده كمان طلعت الكفته ايه ده، فيديو الكفته فين صحيح؟ ثانيه اجيبهولكم. لقيته. بصوا انا طبعا ايه عشان خاطر المونتاج، فالصوت عدى وانا شغاله في الكفته ماشي. انا كنت وانا بسجل صوت دلوقتي، لقيت نفسي طلعت الكفته من الفرن والكوسه وكل حاجه وبغرف كمان. والفيديو ده ما كنتش حطيته، ما كنتش يعني طلعته في المونتاج. بصوا انا جبت صدر البانيه الفراخ يعني مقارب على نص كيلو، طحنته في الهون، وكمان بشرت عليه بصلايه كبيره وصفتها جدا، صفتها خالص من الميه لان الفراخ بيبقى فيها ميه. وكمان ايه معلقتين بس من الفول الصويا، ويستحسن ما تحطهمش لان انا ما حطيتهم حاسه غيروا طعم الكفته، فبلاش منهم نستبعدهم ماشي. فانا كنت حاطه معلقتين بس والله. فنحط ايه بصلايه حلوه كده تبشريها وتصفيها من الميه، وتحطي فصين توم بس، وكمان ايه خضره لو انت حابه. انا حطيت كزبره طحنتها كده في الهون. وكمان ايه خلطه الكفته اللي انا حطيت منها ديت، حطيت منها معلقه حلوه كبيره، ونص فلفل اسود، ونص كمون من المعلقه الصغيره، وايه كمان والملح بس، ومعلقه صغيره من السمنه. وهقلب كله في بعضه كده وصبعتها. لا ده في فيديو تاني ناقص استنوا. لقيته. انا بعمل لكم زي مربوحه لما بتقول فين مريض 706. لقيته. همسك كده الكفته، جبت الصينيه بتاعته ودهنتها زيت. ان شاء الله كده مفيش فيديوهات تانية انا ناسياها، انا عشان عايزه امنتج الفيديو بسرعه، فكنت بحمل فيديوهات مش واخده بالي بقى. هصبعها كده زي ما انتم شايفين واحطها في الفرن على طول، ما حطيتش اي حاجه في قعر الصينيه، حطيت زيت بس.
ولانه ديت يعني مش لحمه، مش هتنزل سوائل كتير، وكل حاجه انا عصراها من الميه بتاعتها، فمش هتنزل سوائل. هنصبعها كده زي ما انتوا شايفين، وهحطها بقى ايه، كنت مشغله الفرن لان حاطه الكوسه عليها، و هحطها بقى دلوقتي على طول مع الكوسه عشان تستوي معايا وتاخد لون يعني. تمام كده. لو تمام وصلت معايا لحد هنا حطي لي لايك. هتحطي لي لايك اللي هي نص الفيديو نسيته وحملته وانا بسجل الصوت، بس يلا خليك انت كريمه وحطي لي لايك. خلصتها كده وهحطها بقى ايه في الفرن وخلاص. انا كنتش فتحت الشباك عشان خاطر ايه، الفيديو ده اللي كل شويه ينط قدامه ويجيلي وانا افتكر الفيديوهات التانية. كده انا خلصت، طلعت بقى الكفته من الفرن، وطلعت الكوسه من الفرن، وحمرت اللي هما اجزاء الفراخ دي، الاجنحه والرقاب وكده حمرتها، وكمان المحشي بتاعنا استوى. بقولك انا كنت فاتحه الشباك عشان الاضاءه مش حلوه في المطبخ، ففتحت الشباك شويه كده عشان خاطر ايه ينور الدنيا. بصوا المحشي بقى مستوي صباع، هتحسوه مفلفل، تحس انك انت بتغرفي رز مفلفل دلوقتي، مش محشي كرنب، ما شاء الله والله العظيم. مفيش صباع لزق لزق في الصينيه، والمحشي زي السكر، عارفه ريحته كانت جايبه اخر الدنيا. بصوا المحشي عامل ازاي اهو. في واحد صغير وقع، صباع كده وقع، قلت له اسم الله عليك، بس الارض نضيفه طبعا، جبته اكلته على طول. وايه تاني كمان عملت ايه، عملت ملوخيه، بس انا ما صورتهاش لان صورتها معاكم كتير، فما صورتهاش. بصوا لون الكفته، انا بقربها لكم عشان خاطر الاضاءه مش مبينه. تحفه تحفه الكفته، طعمها فظيع، وكمان الكوسه روعه. انا بصوا انا اتغديت وانا واقفه اساسا، حاجه كده في منتهى الجمال. ودي الحاجه اللي انا بموت فيها، انا اديني نايبه اجنحه وما تدينيش نايب، يعني اديني نايبه اجنحه والحاجات ديت بتاعه الفراخ، وما تدينيش نايب عادي يعني، هو اللي صدر ولا ورك ولا كده، لا اديني اجنحه. وطبق بقى ايه السعاده ده، طاجن السعاده بتاعي اللي هو طاجن الملوخيه. بس كده، كده خلصنا الغدا وفي وقت قياسي. ما خدش معايا وقت والله العظيم، لان ايه انا بدخل كده، انا داخل المطبخ بدخل تحدي مع نفسي اني مثلا هخلص الغدا في خلال مثلا ساعتين او ساعه او ساعه ونص، على حسب الغدا اللي انا هعمله. بص المحشي مستوي زي الزبده من اول صباع لاخر صباع. انا غطيت الصينيه بورق سلوفان وكمان عليها غطا. وبس كده، وهنجيب المخلل بتاعنا. بصوا الكوسه كمان، بصوا يا فظيعة، حاجة كده اخر جمال. استاهل لايك بقى ولا ما استاهلش؟ استاهل اللايك، حطي لي اللايك بقى قبل ما تمشي، ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي معايا. هنفضي المخلل بقى كده بتاعنا، فلفل وزيتون وجزر، وكمان كان في شوية جرجير في التلاجة جبناهم. بس كده، ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تفرحوني بالاشتراكات واللايكات والكومنتات. اشوفكم ان شاء الله بكره في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي.